الجيش السوداني بدأ في سحق قوات الدعم السريع، وده الأمر اللي واضح جدا 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 يا جماعة بعد الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. إما بالنسبة لحميدتي قائد قوات الدعم السريع، فهو كل ما يملكه هو تهديد الشرطة السودانية اللي المفروض بتحمي الشارع السوداني والشعب السوداني من عصابات النهب والسلب والسرقة. فطبعا حميدتي بيحذر وبيهدد الشرطة السودانية بعد الأخبار اللي تم تداولها امبارح والأحداث اللي حصلت في الشارع السوداني امبارح. بتأكد بما لا يدع مجال للشك ان الجيش السوداني متفوق بشكل كبير جدا، وبدأ بالفعل في اكتساح وهزيمة قوات الدعم السريع. وده اللي بيوضحه بشكل كبير جدا الأخبار زي ما حضراتكم شايفين كده. الأخبار يعني بعد الاتفاق على هدنة إيغاد بوساطة جوبا وتشاد وجيبوتي، عبد الفتاح البرهان في آخر تصريح ليه بيقول إنه لا يمكن الجلوس مع قائد ميليشيا لأنه يقود تمردا يجب حسمه، كما لا يمكن لميليشيا قبلية أن تتحدث عن الديمقراطية. ده شيء طبعا يا جماعة مفروغ منه، يعني ما ينفعش يكون في ميليشيا متمردة على جيش وطني وجيش دولة ان احنا اساسا نقعد معاها يعني. وبيكمل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وبيقول ان قوات الدعم السريع وحميدتي مفيش قدامهم اي مجال يا جماعة الا الانضمام او الانخراط للجيش السوداني، وده الطبيعي اللي لازم يحصل. وده اللي احنا قلناه في الفيديوهات السابقة، ان ما ينفعش يكون في دولة مستقرة ودولة ممكن نقول امل انها تتقدم ويكون فيها جيش وفيها فصيل متمرد على الجيش دوت او على الدولة دي. استحالة ابدا ابدا شفنا دولة في العالم متقدمة او حتى بدأت تتقدم او حتى مستقرة وفيها انقسام داخلي ما بين جيش وما بين فصيل متمرد على الجيش ده. طبعا كان تصريحات قائد او القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. اما بالنسبة لحميدتي والكلام اللي قاله ده بيدل بما لا يدع مجال للشك على خوف حميدتي من الاوضاع والاحداث اللي بتتم دلوقتي، بالذات بعد انتشار الشرطة وتهديده ليها. لان هو لو كان في موقف قوة اساسا ما كانش هدد الشرطة انها لو نزلت هيتم استهدافها. شيء غريب جدا، خلي بالكم ان حد في بلد معين يهدد الشرطة الخاصة بحماية البلد دي ويحذرها انها ما تنزلش الشارع. شيء عجيب جدا، نحن الواحد اول مرة يشوف الكلام ده بصراحة. فصيل متمرد على الجيش، او خليه حتى مش متمرد، خلينا ان احنا نقول مش متمرد، الفصيل ده فصيل متضايق زعلان او اي حاجة مضايقاه، ويطلع يقول للشرطة بتاعة البلد نفسها اللي المفروض تحمي الشعب نفسه لا والله ما تنزلوش الشارع، عشان انتوا لو نزلتوا الشارع في الاماكن اللي احنا موجودين فيها فاحنا هنستهدفكم ونموتكم. فطبعا ده شيء مستفز جدا جدا جدا، ولولا خلي بالكم شعور قوات الدعم السريع وحميدتي بحصارهم واقتراب هزيمتهم او بداية ظهور هزيمتهم، ما كانش ابدا هدد الشرطة، لان هو اساسا حاسس ببداية انهزامه من الجيش لوحده. فتخيلوا بقى لما تنزل الشرطة، الواحد يحط نفس مكانه كده، انا دلوقتي اساسا هنهزم خلاص، او مش قادر ان انا اقاوم الطرف الاخر، فيقوم يجي طرف ثالث يتدخل في الموضوع، طبعا انا هخاف اكتر. وده اللي بيدل عليه تصريحه بشأن الهدنة والاتفاقية اللي هم عايزين يعملوها، انه بيقول انه مستعد للحوار شرط وقف القتال. هو لو في موضع قوة يا جماعة ما كانش قال التصريح ده خالص. بيقول بقى ايه: إذ أتطلع إلى تشكيل حكومة مدنية بالكامل اليوم قبل الغد، فنحن ليس لدينا مشكلة شخصية مع البرهان، لكن نعتبره خائنا لأنه أعاد أنصار البشير إلى الحكومة. شيء غريب جدا إنه ملوش مشكلة شخصية معاه. لو في حد خاين للوطن لوطني أنا خاين، فأنا هيكون ليا مشكلة شخصية وكبيرة جدا معاه، شخصية ووطنية وكل حاجة. أصل خاين ده ما ينفعش اقول انا ماليش مشكله شخصيه معاه، لا ده انا شخصيه ليا مشكله معاه لو كان خاين، لان دي بلدي او ده وطني. طبعا دي كانت اخر تصريحات من
قائد الجيش السوداني ومن قائد قوات الدعم السريع. ده كان تعليقنا على أخبار السودان النهاردة، ونشوفكم في أخبار جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.